طول الوقت بنسمع عن حوادث بتحصل بسبب التنقيب عن الآثار من بعض الناس اللي بيجروا ورا شوية دجالين بيطلبوا منهم حاجات غريبة زي الزئبق الأحمر أو حد يخلصوا عليه علشان يفكوا على حسب كلامهم الرصد اللي موجود على المقبرة الفرعونية عشان يبعدوا لعنة الفراعنة. بس هل فعلا موجود ما يسمى بلعنة الفراعنة؟ أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. سيضرب الموت بجناحيه كل من يعكر صفو الملك. دي الجملة الشهيرة اللي كانت مكتوبة في مقبرة الملك توت عنخ آمون اللي اكتشفها البروفيسور الإنجليزي هوارد كارتر سنة 1922، واللي من بعدها انتشر الكلام عن لعنة الفراعنة، لأن بعد افتتاح المقبرة سنة 1923 ابتدت الأحداث الغريبة تحصل لمعظم اللي حضر الافتتاح، زي اللورد كارنفون ممول البعثة اللي توفى بسبب حمى شديدة ووصلت درجة حرارته ل 40 درجة مئوية. وبعد كارنفون يتوفى سكرتير هوارد كارتر من غير أي سبب، وأبوه يخلص على نفسه حزناً عليه. والغريب اللي حصل في جنازة السكرتير وهم ماشيين بالعربية اللي بيجرها حصان، الحصان يدوس عيل صغير ويخلص عليه في وقتها. ده غير اللي حصل لباقي الفريق اللي ساعد في اكتشاف المقبرة، اللي خلص على نفسه زي أبو السكرتير واللي اتجنن خالص، وكل ده من غير سبب لحد ما توفى ال 22 شخص اللي كانوا في الاكتشاف. وده كان بمرور أيام وسنين متقاربة. وكل الأحداث دي خلت العالم المصري الدكتور عز الدين طه يفسر إن الحوادث دي ممكن تكون بسبب الفطريات والسموم اللي نشرها الفراعنة في مقابرهم، وكمان البكتيريا اللي على جلد الموميا المتحللة. المهم إن الدكتور عز الدين صرح في آخر محاضرة ليه وقال إن مفيش حاجة اسمها لعنة فراعنة، والحقيقة إن ده كان آخر تصريح ليه الله يرحمه قبل ما عربية تخبطه وهو ماشي والسر الإلهي يطلع. أما دكتور زي حواس ما كفهوش وما هموش أي كلام من الكلام ده كله. وفي سنة 2006 خد مومياء الملك توت عنخ آمون في الأقصر وعمل له أشعة مقطعية عشان يعرف سبب الوفاة. بس المشكلة إنه أول ما وصل الأقصر سواق عربيته خبط عيل صغير وهو ماشي في الطريق، وبعدها سمع خبر وفاة جوز أخته. ولما وصل منطقة وادي الملوك لقى فريق من التلفزيون الياباني موجود علشان يعمل تغطية للحدث المهم ده. وقبل ما يدخلوا المقبرة بمفيش قامت عاصفة رملية عنيفة والدنيا مطرت بشكل غير متوقع. مش كده وبس، دول أول ما حطوا الموميا جوه جهاز الأشعة المقطعية الكهرباء قطعت. وكل ده حسب كلام الدكتور شريف شعبان في كتابه أشهر خرافات الفراعنة. ورغم كل الحاجات دي دكتور زاهي حواس بينكر لعنة الفراعنة، وبيقول إن وفاة الأثريين سببه إن المقابر مقفولة من أكتر من 4000 سنة، فبيكون جواها جراثيم بتأثر على الأثريين فبيتوفوا. وبينصح دايما إن المقبرة لازم تتفتح وتفضل كام ساعة قبل ما الأثريين يدخلوا علشان يخرج الهواء الفاسد ويدخل الهواء النقي. والتفسير ده مشابه لتفسير بعض العلماء اللي قالوا إن الأثريين بيتعرضوا لجرعة مكثفة من غاز اسمه غاز الرادون، وده غاز بيكون موجود في التربة والصخور، وتحديدا في الصخور الجرانيتية والفوسفاتية، وبتكون نسبة تركيزه عالية في الأماكن الصخرية والحجرية المقفولة زي المناجم والمقابر الفرعونية. والرادون غاز خامل كيميائيا وغير مشحون بشحنات كهربائية، وبيتحلل كيميائيا وبيعمل رذاذ غباري. وبيقول العلماء أصحاب التفسير ده إن الأثريين بيتنفسوا الرذاذ اللي موجود في الهواء من غاز الرادون، فبيلزق في الرئتين وبعدها بيحصل تفاعلات تانية جوه الجسم، والتفاعل ده بينتج عنه تكوين أشعة ألفا اللي بتدمر الخلايا والحمض النووي لحد ما يتصاب الشخص بسرطان الرئة وبعدها يتوفى. وده كان تفسير بعض العلماء، وبصراحة هو تفسير مقنع جدا. بس موقع ناشونال جيوغرافيك ليه رأي تاني، وبيقولوا إن الدراسات الحديثة أثبتت إن لعنة الفراعنة كانت لعنة بيولوجية، وإن بعض المومياوات القديمة هي أصلا موجود جواها البكتيريا اللي بتسبب ضيق في التنفس ونزيف في الرئتين. يعني مش غاز الرادون ولا حاجة. نسكت بقى على كده ونرضى بالتفسير ده؟ لا. يجي بقى واحد اسمه بيرس ميتشل، وده مدير مختبر الطفيليات القديمة في جامعة كامبريدج وباحث أول في قسم الآثار بالجامعة، في تصريح ليه في موقع لايف ساينس إنه بينفي كل الكلام اللي فات عن البكتيريا والغاز والكلام ده كله، لأن احتمال البكتيريا ده لا يمكن يكون موجود، لأن أغلب أنواع الطفيليات بتموت خلال سنة أو سنتين لو ما لقتش أي حاجة حية تعيش فيها. وادى مثال على كلامه وقال إن الفيروسات الجدرية مثلا ما تقدرش تتكاثر إلا داخل خلايا مضيف حي. ووفقا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية التابع للمكتبة الوطنية للطب في المعاهد الوطنية للصحة، فإن البكتيريا المسببة لمرض السل والجذام مثلا برضو بتحتاج مضيفين أحياء
أحياء عشان تقدر تعيش. ده غير إن في عامل أو سبب مهم تاني بيقلل من احتمالية إصابة شخص بمرض من أي موميا، وهو تدهور الحمض النووي مع مرور الوقت. ولو افترضنا وجود ديدان طفيلية معوية اللي بتنتشر في مخلفات البشر، فلا يمكن إنها تعيش آلاف السنين وكمان تنقل عدوى. وبكده بيرس ميتشل بيعارض احتمال الغاز والبكتيريا. ومع تضارب الأقوال وتنوع التفسيرات هتفضل الحضارة المصرية لغز كبير يحير كل العلماء والناس. قولي بقى انت ايه رأيك وشايف ان ممكن يكون انهي احتمال الأصح؟ اكتب لي في الكومنتس وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.